السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيثمدي السماء ماني مثجا من قراوم رمضان مبارك سعيد ونطحف الزيوم قال برنامج نوم ثفاوت ومراون تخرصت نهار غيثمدي السماء غادي نصاغ ثفاوت تخرج الموضوع يتهم غيجن الفئة الطام قران ديال المجتمع النخ يتهم ينغم مرة. الموضوع هو كفالة اليتيم مامش غنقر خار ذي جيرن مامش نخيومار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قمة كينا خنزار المحاورة باش ندور السيور ديال الموضوع ان شاء الله تعالى. زرت الصندوق تمنش كسرة عوانت ما كنت زرت صداق من هنا الفئه العمريه يطفغن زي الكفاله يعني صافي وقم شي خاص بعد ما تكفل زاكس إذن قليل ويتقن خاذ يوجيرن يتوغ إلا يوجير أقذ الطاوين الله سبحانه جل وعلا واللي رينا يسكر الخير يدو التسكر اليتيم. إذ ماذي السماء الدين نخ يتمارا نخ باش نقر خار ذي قوذان مارة، ولكن يتمارا نخ نقر خار الطاس ذي الفئات اللي غيتجان محتاجة، الفئات اللي غيتجان ضعيفة حواجن هذا سنكشفوس باش نعاون غا الزمان. زي الفئة يخفن السوار نهار غيث ماذي السماء الفئة اليتامى قانتني يجيرن يني وغادجي بالوالدين خاصة ما راه غاسبوبة بس يخص غيخدمن. غيث ماذي السماء الإسلام يمارا نخ باش نجي نخار ضم قران ديال الفئة ذو الطاس الآيات الأحاديث. الله سبحانه جل وعلا قال في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. زي الفئات يديد الله سبحانه جل وعلا يقارن بأنه ينزه الجن هذه سنت مرخاء ربي يطمرك النيو باش هذه سنت مرخاء اليتامى، ويقارن كذلك الله سبحانه جل وعلا يتحذر نخذ الآية ثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني غاو ما تقاربوا ما تحاذى ما قرا ويجير. فالنداء أوانيتا نقاري ثاني إني يزعمن خوا قرا يجيرن دي الزمانة لأن قنخجج نوق تقص حطاس يوذان قليل ويتقن خاذ يجيرن بل أكثر من ذلك زعمن خوا قرا يجيرن ماري جز بس شان تماث ني خي جز شان تمنيات ني جز شان حجت أتوارد يا الزغمة مش غيق باش تيغش أثي شمث يتوغ إلا يجير أقذ الطاوين الله سبحانه جل وعلا ممش تغى النبي صلى الله عليه وسلم يعيش دا يجير ذي الطاوين مولانا سبحانه جل وعلا. ويستوى كيس الله سبحانه جل وعلا ذي سورة الضحى قارس ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. والله سبحانه جل وعلا يتذكر كذلك الناس ألم يجدك يتيما فآوى من دسينا من بعد فأما اليتيم فلا تقهر كأنه يقارس يا محمد صلى الله عليك يا حبيبي قاشكتو غاجدي جو يجير نشيش يقندي في الطاوينينو نشيش دي الصمغان نشيش دي السيوضن نشيش يحفظن زي شياطين الجن والإنس ولكن رشك القرخار ذي يجيرن. فكذلك ذي سجن معنى ذي منايا أن الله سبحانه جل وعلا رمي ذا غدي يسكج النبي يعيش ذا يجير يسكي في غيجن الأمة كأن الأمة اللي تغتيجيد يتوصف يعني الله سبحانه وتعالى يتوصى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باش هذه الجرخار ذي الأمة يثانيتا. ولكن خصك نوصف كذلك سجن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا ونذ غيفهمن أكيد زين هارا إن شاء الله تعالى ما رغاس شو يجي زي فاميليا نغزير باراني من ما يعنى أغاسي حتى الزر أسينيش قيويش دار بذ الهدية باش تريد السبب هذه السيد في دغال الجنة هذه رخيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ذي رواية أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قارش نش ذو النغي تقن خاذ يجير يكفل يجير أنا يريد الجنة أمم شنو اثنين يضوضان تغزى ما ذي نشن حج جارس وهذه النوالو تغزى ما شنجنيو عرش خون غني الطس دروس نرفاق، بمعنى غتريد ذو الرفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله وني غيسراني الحديثة يتوارشو يجير الزاتس وغاس من زيد غيكفل وذي يكفل محروم ونيتا ومحروم الطس لأنه يحارم يخف النسوة يتيري يكسدنا النبي خير الخلق
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذي الجنة. فإن شاء الله تعالى أدنى الربار أنقر خارج قيث مثنخ يجيرن ماني مجان ونشن مارا ذي الزمان تحسس نوع اليتم والأمة يزقوم يموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحسس نوع اليتم لأنه تغثر رؤوف رحيم ذا حنين خانخ ربدا يقار أمتي أمتي صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيث ما ذي اسماء قمة كنخ أنظفار المشهدة التمثيلية وضغوا من ذوري إن شاء الله تعالى. وهايوي ورزدات حتى يتعاونت. وهي حتى من يما جي تفرج عفاك كي بدات تفرجت ورجوت ثلاث حيد غنا ماما يفولكين هاي فولكي غير يقدر يدير حاجه النم يعني بعدا ما توسيت الحوايجات سمون كيد نداكلتينو باش نبضوض في كيكين فكي غامر دايلي وراو نطفر لقتيات هي حتى كينا ديدو ندروغ الخيرات صافي شكون لا نداري كراني هدوم نرا تنسمون غير دام تناوي واخ يما كي ورا تساهمت لانه كان داري غنكري هدوم نص ثلاث نداش كانوا لا هو ماشي مشكل فكا غينا مود صدارت زرت الصندوق تمنش كسرة عاونت ما كان زرت صداق صافي راه انت تقول لا حتى كدير نديرو فولكيات يلا وهي في خاص تدور يلا واخ حيث ذي اسماء ما مشكل تزريم ذي المشهدة يعذون أنه ذي عاد المجتمع ويسين رهم الفئة يجيرن باش نزرع بأنه سمونا نعرض أزدونا جمعا الثمانيات باش أنتصيوضن يجيرن هذه سنقين رخا لأنه السنين إلا الفئيين خميني دي طقوا ذرعيد وغاسنبو الوالدين سن باش هذي كار أذي يوبوض هذي سغوي هذي تزيضان ما مش تقنيني غتجي الوالدين هذا سيني صغير الروض نيخ يخصن خو حوريق قجيران نتسرى غاسني وحوريق ذي ثداث نشين عدوى غانخشى فوني تديج النداء خاصة خميني التقوى تدقن المناسبات رمضان المناسبات العيد مزيانة قيقواد العيد مقران أنفك هذه الفئيين لأنه هنا ذي جموزين زيكوار بونخ بمجدن خيط خبار النبي صلى الله عليه وسلم يقارخ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فكواربو ينجم سرمن كواربو نخمارة لأنه رن الشنزق مسرمن مركاري قساش ذي عرم ثنش غايج نيشا تغميد جير ثكمر مريضس فحسب يجيرني أنه ذي جن العضو ذي الجسد الشك نخ ذي الجسد نمسر من أمن يكمر وكفلا اليتيم أي ثما والنخس ذي كفر شو يجير ذي نيج مجموعة الطرق طريقة مزواروت وثانية ربما أفضل الطرق وثمانية غيتها معروف ذي التاريخ الإسلامي أنه يجير نمرو غاس حد توي تدغاك غثات داث يتعيشك ثاونش أمشناو انت أمشناو نيثني يعني غيت تماني ستن يسس ماني السن يتياض ماني ستاظن يقا ماني قان طابت ممشي طابي ثاروى النش يتقعد دم شنو مش الا انه هو ذا استشدبوا العائلين النش النسب النش ما يمي باش يحرمشا نخذي نفس ثار روت النش ذي رواث ثانيتا مساله اخرى نشين السوارخ الكفاله ونسوي شخ التبني لان الكفاله كفرت واخذ مسمي الدن تقيت تمشنا مش ولكن التبني غلا غتتوي ذا تقذمش من وايد جيز قذم منش ذي النسب النش ذي نيج الفرق غنقرن جال كفالات التبني ثاني مساله وثم زوارت المساله والسنين انه مادام غاس يماس يتوفى بابا سواها تكفلت غيماس بمعنى السقدي جماندا كور شهر التقوى غيماس هذه عيش غيماس ولكن 8 ثني غير السكد شك يزيد تعيش لانه تشجعت باش تطفي الدين الناس باش تعبى تعاون الناس باش تصبر تعاون تخص الصبر وتفغشا خشم وبريد النغني ويتعجيب كذلك دين جنوع النغني الكفاله ماري يجير وغاسرا سرايم وغاسويت غيسين اقتشان جمعيه خيريه سكيدسن يرحساب الجمعيه الخيريه كورشها قدات قادس مثلا شقا كيف الاخي يجي يجير الاثنين يجيرن مثلا ذي الجمعيات تقن مثلا 500 درهم من 400 درهم شهري يجن
شك ثقاباس مثلا زعما خذ كفل اثنين ذي مانداين وتبارك الله 2 3 مليون زعما خذ كفل اثنين 1000 درهم من غير 2000 درهم من 3000 درهم كل شهر ثاني تاع يجيرن اخميني طارونش وذيني 4 واغاس نبوي حنجان ذيني 4 وطارون الله سبحانه جل وعلا وهذا سني كشيشه فثاني فرصه شكت تاض الله سبحانه جل وعلا غاس تجير ثغاكيرين حنجان نغلا قشداني تثاروا المؤمنين ثاون مسرمنا مشنو ثارون الشك كيث طارونش ما راه كي حنجان مش حخص مثلا 2 حنجان مش حخص صار في الديشها اضغانه الشان السوق يخص غير العدد ربما 5000 6000 درهم مش يخصن اثنين حنجان شكي فاقيت ذا زينه سيدي قيس غاير 2500 غاير 2000 درهم يجوا يجيرني خي اثنين يجيرن باش الزيس عايشين ان شاء الله تعالى سواء دي ثدات نسلم مشنا نيخ ذيشا الجمعيه الخيريه ثم يجي المساله نغني انه ذيني 4 يجيرن جينا سند الوالدين سن 8 فالله سبحانه جل وعلا غيتمارن خذاني تس الاحسان ديال مالني ونتقرب شا غوا قرا ويجير الا بالتي هي احسن ارخ مني غيوض يجن السنين نرشد اذي مغار يوض مثلا 18 سنه اتيري ثابت بانه الثمانيات هاو من فعنت اتيري شنو عند التجاره غادي يزاول خدني من غادي قد هذا السكشت الثمانيات النس وزيس نتسنقيس دوالو بمعنى غتحافظ خوراس مار اذا زدي الجبه بس ايث ما يسمى انسيور ان شاء الله تعالى يتصعد ذي الموضوع ولكن ارغنسرا الميكرو تروتوار ذي الاراء نقيث مثنخ فقيم مكينخ اليتيم تا احموشي تيري دا مزيان وغاصبو باباس بماسني وغاصشيبو باباس وها اماس وها غدينا الحمد لله الا ولي الطفل الوالدين الا ولي الطفل الوالدين الرسول صلى الله عليه وسلم تغيب الصناخ بوجير اننا يعني مرة نفاش بوجير 100 داس نار دينيت مره يوداني تحس نسيق في نسن زمان يعني رباني حاموشن هذا زون خصن ماني مات جان كي نواطنا واللي رينا يسكر الخير يدو التسكر اليتيم داس نوش الحقيناس ونكسي شاكرا نبوجير يعني انت غاسجن يخصنا نلقى سجن تعامل يصبح بين القيم اللي كتفل المجتمع النخ اي كاين المجتمع حلانين تقيس السواسيه قيس العدل قيس كل شيء ايث ما يسمى ديال الموضوع يخفن السوار كفاله اليتيم من الافضل ان نكش الاولويه اني يدسن بمعنى غيجيرن يتجان زي فاميليا في الحقيقه يمسر من مارو السنانخ مارو يقال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو ماثنخ ذي الإسلام بل أكثر من ذلك وخوا يتجي ذا مسلم يجوز التكفلذ أذي يسقذ الخار ما يميل لأنه ذو مثنخ ذي الإنسانية ولكن خميني السور ذي باب الأولويات أنه أيجير إيوذسن ذي سراجار كتاز يجير إيوجن ومركان فالقاعدة كوري الجن يكفل إيوجيرن فاميليا النس خدني وغانختيرين قاع يجيرن تمنضان ديال المجتمع نيخوا غنختيري واش الجمعيه غادي نسمونا يجيرن ما يمي لانه يموت وماش شكي غيكن خار ذي ميس وماش ثموت وتشماش توغا يموت وايز نس قبرني هايز نس بوبري وني ذي ونش كريس غيكن خار يموت ميس عزيزيش كذلك ميس خاريش كذلك فمرتوغا يوذان يسينا منو سيجيرنسن أتفذ العائلة ويعطينا غاس حدا السيني دوك الشيء ميس وماش ني خميس عزيزيش ني خميس خاريش باش تكفل اخي قارش ما غادش هذا الجيخشا واخا غيري بوبري قارش غاري اثنين حنجان اذك اخواني توي السراثه اثاب بيخذ وني انت ما يثغوكش خير باراني فثانيتا ذي جن اولويه ان شاء الله تعالى ذي الدين نخ لان الله سبحانه جل وعلا قارخ يتيما ذا مقربه ذا يجير ولكن يجيرني زي الاقارب يثانخ ممشي قال الإمام القرطبي ذي التفسير نسي الآية فلان ذو قرابتي وذو مقربتي يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة يعني مركار صدق ذخيل يوثسن ثقيد 2 حوايج ثقيد صلة الرحم ثقيد صدقة لأنك تكشيد إفاميلياث إيش يوثسن وتجيبو إيني إيوجن وما حوجنا غيث ما يسمع الزن الإحسان نخ الكفالة اليتامى ذي الوقت ثاني إذن تعيش ما يمي لأنه كثان الحروب كثان الفتن كثان الأمراض مركار نخزار ديال المجتمع الإسلامي انت في جنجو مزق عماس وهذه يجي التاريخ
انت في يوجيرن دي فلسطين سل آلاف، ذي سوريا عشرات الآلاف، ذي بورما كذلك، ذي العراق كذلك، ذي ليبيا كذلك، ذي اليمن مساكين حالة ذورن ذي سنغايخسن والتفن من غشن. وقس على ذلك الطاس الدول وغانخذ المغرب كذلك هي الطاس يجير الإحصائيات سنخرع أنت ما يسمع عزن نخسوان نسور بوخ الأرقام. المهم أن كان نحرك كانوا يار غزاف باش خان خياض الله سبحانه جل وعلا من زي بوركي يجير قد في الطوين الله سبحانه جل وعلا قمركا شنجني الصغضب شيء شو يجير يحقاري في الدخس أقيس غضب الله سبحانه جل وعلا لأنه يجيرني يقارص ربي رومي ذاش كسخباباش قنشيش يحضان نشيش يابان نشيخ كيعسن نشيش غيكشنا تشذ نشيش غي سياضن نشيش غي كفلن ما مش كفلخ أيجيرين يمقران سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثاني رسالة كذلك يجيرن قاغس واتسد حامشا وذوم دي تسبور حيا يعني غدا السينمي وقنشين دي يجيرنوا تحقام يخفنوهم وحقام يخفنوهم لأنه سيد الخلق سيد البشرية حبيب الله الأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم وتغذى يجير مشناو كنيو فواني تغيش نشارف ضام قران ولكن مركات الصبام ثيام خبريدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يميني خصنا غدا نهار ربر بوركي غيجير قذي الطوين الله سبحانه جل وعلا لأنه مني نتعقب غصورة الكهف انت في القصة غيجا المعروفة جاء سيدنا الخضر سيدنا موسى عليهما السلام انت بأنه رمي السور السفينة سيدنا الخضر ينسب العيب يخفنس فأردت أن أعيبها ولكن رميني السور اثنين يجيرن مننا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك هذا نيتالو ذرخا الناس قضى الله سبحانه جل وعلا غي يخسن باش رغم غانا ضوضن الصوف غن الكنز النيغ إذ النيغ سادور حيض النيغ وثاني تظهر رحمتنا ربي زكيو جير النيغ والله سبحانه جل وعلا رحيم رحمن سبحانه جل وعلا يجيو جير مارة وجبوينا وها فانطر الله سبحانه جل وعلا غدا خيار رحم صار رحمة يجيرنا ثم تنخشنان أنسحس الآراء ذي سقسان غيث مثنخ وضغاو من ذوري إن شاء الله تعالى. قيوا منا مغربيه باش نسن يعني تجاني طاس نيكلوساي نيوزان تجا غانا الفئه كي تجان تيبو بريثن غانا غاجن الفئه كي تجان متوسطه الفئه كي تجان لاباس خصن يعني نشرخو خصغ العلامه من ان الفئه كي تجان محدده يعني زماره تيري غاسي زمارتن متى فدعاونن ني غتكفلنس اليتيم اللي غيبو جيران. استاذ الشيخ الظاهر ديال التسول الدراري مزان الظاهره إيجا السبب النس اشكو وتسولت اللي كفاله اليتيم من هنا الفئه العمريه يطفغن زي الكفاله يعني صافي وقمشي خص بعد ما تكفل زاكس. استاذ راك سقساغ في تلاسل الخصله كفاله اليتيم المجتمع نغدوه. شنو هي الشروط ديال كفاله اليتيم؟ شنو هي الشروط اللي تكون فيها باش نقدر انني نكفل اليتيم؟ أيث ما يسمى يوذان في الحقيقة يخصا غادي يسين رهم الفئة ثانية اليتامى هم الأغنياء تجار ينهم يكشى الله سبحانه جل وعلا أقرا ذينا ذي مزورة إذا غيروا منوس يجيرن ذينا ذي مزورة إذا غيروا منوس الأمة أمن يكمر لأنه هنا يكشى ربي العالمين أقرا واني يسقسى سبحانه جل وعلا خو أقراني ماني السذيوين ذماني تنفقن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقارن بأنه بنادم يوم القيامة أول ما يسقس الله سبحانه جل وعلا خارب عن حوايج زي الحوايج يثينا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أقرنش من استتويذ ذماني تنفقذ فما ركار تغثو في الجواب يوم القيامة ثني يسقى شوية زبا قرين وإذا يتخشي ذا سيدار رب العالمين نفقخت خشي يجيرن خذني سعداتك يمكن تنشحذ ذي الامتحان فأيث ما ذي السماء يخصها الصادبورة والنخ الإنفاق إن شاء الله تعالى خيوجيرن ويسناين ننغ الأقارب وني غادي شو يوجير زي فاميليا النس هذا يسيقر خا ويسراثا وني جان شان الوالي خشو يوجير يخصها هذه يقر خا يوجيرني وضي حظا قرا ويوجيرني مراتوغا الجاز دباباس شن وقرا
لأنه ما مش نزرى الله سبحانه جل وعلا يتوصيان قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بمعنى أخص رفض زير فضر، أما رسمار التجد مغا خميني غي مغارو يجيرني هذه يفمين زي غيك التجارة، هذه يفمين زي غي يسير يخف الناس، وهذا شيء قاشا غاش نغخ لأنه تشذي قرين وذو قران بابا. الإنسان إن شاء الله تعالى هذه فكا مليح، لأن الله تعالى غادي يسقسى من يقا ذو قراني ويجير وتجي خاص يتصرف يعني ذي الكماليات. إنما هذا سيتيش من يحواج ويجير، يحواج هذه سو أضياض ما يهرش سنك الدواء ذمانية أضي غار إلى غير ذلك مسائل نغني نيرا وين تحس الصديق الدوح نص مليون 2 مليون مانية زيد تبذير ضيع وقرا ويجير. والله سبحانه جل وعلا قال في القرآن ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الإنسان إن شاء الله تعالى غادي يحتاط أقرا ويجير، غادي يحظى مليح، غادي يقر خير ما مشنا ذو راسمار ويقارن الله سبحانه جل وعلا كذلك يتذكر قرن شي نقل غادي ثوذا ثوان السنين غيوقعن يقارن خذي سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قنخذي ثوذا ثوان السنين غيوقعن مرة وني غادجها نميسي تقذ خاس يخصا غادي يقذ خطاوة نمسرمن ذو قرا نطاوة نمسرمن. يجوز قسين نغني يتسقسين خومثنخ من يعني يجير يعني أي يجير موخا مغاري تحسب ذا يجير انت يجير قانتي وني ومي يموت باباس وني يموت باباس وغاسوي خاص غير نفقن ذوانيتا ومقانا يجير، ولكن من غير كوايوي 18 سنه خميني غيتاكو زي 18 سنج التصني وذن غاسن 30 40 قارشي وانش ذا يجير عاونيه راك 30 40 سنه قن السوار خيني ويزمان الخدمن السوار خيني غير جندي مزيان عاد ويظن هو سن الرشد ذوانيتا ومقان أيجير. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا الحديث لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام بمعنى بنخ مني غيبغى خدني ويقيمشا ذا يجير. كذلك كيف ما يسمع الزنزل الأسئلة إذا غادي يوضن ذي العالم الافتراضي يجي السؤال قارخ ما حكم أكل مال اليتيم؟ من الحكم إغاس خوني غيتتن أقرا ويجير. وثاني تتمسرشتا قصح الطاس لأن الحكم نزل الكبائر والنيشين شن وقرا شو يجيري تحسب يجن كبيرة زي الكبائر يعني زي عظائم الأمور زي مسرين مقرانين ويغفر الله سبحانه جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقارن خدقيش الحديث يعوض أبو هريرة رضي الله عنه رمي السقسان الموبقات السبع من إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ من عنت الموبقات السبع؟ قال الشرك بالله ثم زواروت البنادم يتقنا شريش يقمولانا سبحانه جل وعلا ثاني تمقرانين والسحر والنغي تحن غي صحان يتأذى المؤمنين يتقشن السحر واني تيقن تمقرانت زيتني ويغفر الله سبحانه جل وعلا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والنغي ينغين شنق الجنع الدخس نسأل الله السلامة والعافية وأكل الربا ونيت تنا الربا غتصني وذني قارش قي وقذا الربا معليش قد زياري الوقت كيغا ماوس لا وتقشا واكل مال اليتيم او انا قارخ النبي صلى الله عليه وسلم واكل مال اليتيم اي وني يتتن اقرا يجيرن يتوحسب يقان انت مقران زيت مقرانين والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ف سبعين مسرايين يسيف ذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم يحسب ثران تدج كبيرة زي الكبائر ما يمي لأنه غيجير توارد ضعاف قاد سواغاس ويخس غيقن حق يواجد شخقر النس الجخس عديخ الجد درمخ توذي لا غيجير نوي ذا سيكسن بابس وني ذا سيكشين الله سبحانه جل وعلا إذ وني غيشي متحنن يخزارش من غاث قذ وقراني ويجيرني من غاث قذ الدنيا يذكمر لأن الله تعالى قال في سورة الملك ليبلوكم وأيكم أحسن عملا أيثم ذي السماء أولكم يزيد ولكن أرذيه ذا خصيو ذا الوقت انتقوا ذاكم غوني قار انت خرستا الله سبحانه جل وعلا غادا يوفق باش نقر خار ذي يجيرن باش يحفظ مرة فاوى نمسر من هذا سنيج الوالدين نسن و
طار الله سبحانه وتعالى ذا يوفقنا مسرقه هذه شنت خرست نغني كيج الموضوع نغني ارسعتني قاغاوم تجيخ كني وديره ما ندير هنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.